بالنسبة للطريقة باش نصوبوا المربى ديال المشمش، كيجي على هذا الشكل، كيجي من اروع ما يكون، كيجي لذيذ، تحضير منزلي. كناخذوا كميه من المشمش، كل واحد غادي ياخذ الكميه اللي كتناسبو ديال المشماش، كنقيو كنغسلوها مزيان، ثم كنحاولوا نقيو هذاك المشماش ديالنا، نحيدو منه العظيمات ونقسموه نصيصات على هذا الشكل. كل هالكميه كنشوفوا الى لقينا بعض المرات يكون دود في المشماش، كنحاولوا نركزوا مزيان ونقيوه، نحيدوا العظم ونحتفظوا فقط غير بالمشمش. كناخذ واحد الميزان، ثم غادي نبدا نكيل في هذا المشماش ديالي. كل كيلو ديال المشماش غادي ناخذ الميزان، غادي ندير كل كيلو ديال المشماش غادي ندير فيه 750 غرام ديال السكر حبيبات. كل 1 كيلوغرام من المشمش كندير معاه 750 غرام من السكر حبيبات، يعني كيلو لارو. هنايا عندي كيلو ديال المشماش، هو هذا غادي ناخذه، غادي نوضعه في الطنجره اللي غادي نخلط فيها جميع العناصر واللي غادي نطيب فيها في نفس الوقت. ثم غادي نعبر 750 غرام ديال السكر حبيبات، يعني كيلو لارو. كل كيلو ديال المشماش عبرناه غادي نوضعوه في الطنجره، غادي نضيفوا عليه 750 غرام ديال السكر حبيبات، وهكذا غادي نبقاو غاديين حتى نكملوا كل هالكميه اللي عندنا. من بعد ما كملت الكميه كامله اللي عندي غادي ناخذ واحد المغرف، ثم يستحسن انه يكون ديال العود، ونحرك مزيان هذاك المشماش حتى يتلبس بالكامل بهذاك السكر اللي درت له. ثم غادي نخليه يبات له، غادي نغطي عليه ونخليه يبات لمده ديال ليله كامله، فقط غير نتاكد ان كل المشماش ديالي تلبس بالسكر حبيبات. كنبقى نحرك فيه على هذا الشكل مزيان حتى كيمتاز جيدا، ونضمن ان كلهم الحبات ديال المشمش ديالي تلبسوا بالسكر. ثم غادي ناخذ واحد الكموسه او واحد الصريره على هذا الشكل، وغادي نوضع فيها هذوك العظيمات او النواه ديال المشماش على هذا الشكل، ونحزم عليها وغادي نوضعها وسط المشماش. الدور ديال هاد العظيمات ديال المشماش هما ان كيحتفظوا لينا على اللون ديال المشماش، وكانه مازال صاين، كيبقى عندنا داك اللون البرتقالي اللي تيكون زوين بزاف. ضروري هاد المرحله، وايضا كتعطينا اللذه ديالها. كنوضع هذيك الكموسه وسط المشماش وكنغطي عليها وغادي نغلق عليها. الوقت اللي كنجي نطيب المشماش ضروري انني نخلي هذيك الكموسه حتى كيطيب تماما، ما كنضيف له حتى شي اضافه. في هذه المرحله كنوضعه، كنخليه يبات ليله كامله. في اليوم الموالي كنوضع هذاك المشماش ديالي فوق النار، وكنبقى غير نحرك حتى كيبان ليا المشماش ديالي راه نضج تماما. انا هنا درت 2 ديال الصريرات غادي نوضعهم لانني عندي الكميه كثيره وعندي الطنجره كبيره اللي غادي نطيب فيها. هي هذه الطنجره ديالتي غادي نبدلها لطنجره اكبر، لان بانت ليا ان ديك الطنجره غادي يطيب المشماش ديالي مضايق، فانا فرغتهم في طنجره اكبر باش يطيب ديال المشماش ديالي على مهل، ولقى كيفاش نحركه. انا درتو في طنجره اكبر. في هذه المرحله غادي نغطي على هذا المشماش، ثم غادي نخليه يبات ليله كامله. في اليوم الموالي كي غادي نفيق في الصباح غادي نشعل عليه، وغادي نبقى مستمره في التحريك حتى كنحصل على المربى ديال المشماش ديالي. كيجي على هذا الشكل، كيجي من اروع ما يكون. هو هذا المشماش ديالي كيجي على هذا الشكل. ما بقى ليا الا نعبئه في القراعي اللي تكون محكمه وتكون معقمه. وهذه هي الفكره ديالي ديال اليوم، من اروع ما يكون. كيجي المشماش ديالي اللي كيدي ليا السنه كامله، ما كنقتنيهش من على برا، كيجي ممتاز. هو هذا اللون ديالو والشكل ديالو. كنبقى نحرك فيه حتى كيبان ليا نضج، وبالصحه والراحه.